بيبدأ الفيلم مع يونا الشقيانة اللي مش بتبقى لاقية خبر تنزله في جريدتها الكحيانة، وعشان كده بتقرر إنها تمشي ورا المشاهير وتعرف فضايحهم وتصورهم من غير ما ياخدوا بالهم، وبتروح جنينة قاعد فيها فنان مشهور وبتعمل نفسها قال إيه زميلها بيصورها، لكن فجأة الحارس بيقفشهم وبيقول لهم بتعملوا إيه يا مهزئين؟ فيونا بتعمل نفسها عبيطة وبتقول إنهم سياح وما يعرفوش حاجة، بس طبعا الكلام ده مش بيدخل على الحارس وبيمسكهم وبيتخانق معاهم، ووقتها يونا القوية القادرة المفترية بتضرب الحارس فبيقدم فيها بلاغ. وتاني يوم بتروح يونا المقر الجريدة، ووقتها يانج مديرتها بتقول لها بت انت قارئ الصحافة ده مش قارئ، روحي افتحي عيادة ولا ابني لك عمارة ولا غوري في اي حتة بعيد عني. فبتقول لها يونا ليه ده انا حتى صحفية ناجحة وكل اخباري في الجون. فبتقول لها يانج صح بأمارة الممثلة اللي انت قلتي عليها ما بتخلفش وتاني يوم اعلنت انها حامل، ولا الممثل اللي قلتي عليه سوسن وطلع الراجل سيد الرجالة ومتجوز 2 في السر. فيونا البجحة بتقول لها عادي كل البشر بيغلطوا. فبتقول لها يانج بس اهو انت بقى هتشتغلي في تصحيح الاخطاء، وبتقرر تنقلها لقسم التدقيق اللغوي. فيونا بتطلب منها فرصة تانية وبتقول لها انها لو سمحت لها تروح تغطي حفلة هجون المغني المشهور هتجيب لها اخبار عنب العنب ولوز اللوز. وفعلا بتروح الحفلة وبتحاول تعمل حوار مع هجون، لكن الحارس بتاعه بيقول له بلاش عشان الصحفية دي بومة وبتاعت مشاكل، عشان كده مش بيرضى يسجل معاها. فبتتغاظ يونا وبتقول له هو انا شفافة يا مهزأ، وبتروح شتماه، وبعدها بتروح تعيط في الحمام زي اي واحدة مكسورة الجناح. وفجأة بتسمع صوت ست بتتخانق مع راجل، فبتتسحب وبتروح علشان تتفرج على الخناقة، وبتتفاجئ لما بتلاقي قدامها هو جون واللي بيكون بيتخانق مع مغنية تانية مش مشهورة قوي اسمها لونا. وطبعا يونا المجنونة مش بتفوت الفرصة وبتروح مطلعة تليفونها وواخده لهم صورة 4 في 6، وعشان هي غبية بيسمعوا صوتها. فهجون بيجري وراها وبيقول لها بتعملي ايه يا بنت انتي؟ وبيقول لها بالادب كده هاتي التليفون. فبتقول له لو ما اديتهولكش يعني. فبيقول لها يا سلام هخطفه منك. هو بيشده من ايديها وبيسالها عن الباسورد، فبتقول له مش هديهولك. فبيقول لها هجون بت انت شكلك مجنونه بس انا اجن منك، وبيحدف التليفون على الارض وبيكسره. فبتتعصب يونا وبتقول له ده انت ليلتك سودا النهارده، وبتروح ضرباه هو والحارس بتاعه علقه موت، وصورها بتنتشر في الجرايد. وطبعا بتترفد من الشغل، وده لان شركه الرعايه بتاعت هجون هي اللي بتملك الجريده بتاعت يانج. ومن وقتها ويونا المجنونه ما بقتش بتفكر في حاجه غير الانتقام، وبتقول والله لهمرمطك يا مهزأ يا ابن المهزئين. لكن بارك وجيون اصحابها بيقولوا لها انها غلطانه وان الموضوع هينتهي لو راحت واعتذرت لهجون. وفعلا بتقرر يونا تاني يوم انها تروح لهجون وتعتذر له، وبتاخد له قهوه وبتقول له انا اسفه انا ما كانش ينفع اصورك من غير ما تعرف. فهجون بيقول لها طيب خلاص حصل خير. فبتقول له طيب مش هتتصل بالشركه بقى؟ فبيقول لها لا انت اعتذرتي عشان انت قلة الادب ومش متربيه، وده مش معناه انك هترجعي الشغل. فبتتعصب وبتقول له يا مهزأ يا واطي تصدق انك تستاهل العلقه اللي خدتها. ولما بترجع البيت بتفكر ازاي تنتقم منه، وبتقول انها هتبقى اكتر واحده بتكرهه وانها هتروح كل حفلاته علشان تشتمه، وهتعمل حسابات على السوشيال ميديا وتشتمه فيها. وفعلا بتعمل كده وبتفضل تشتم فيه ومش بتسيبه، وبتحضر الحفلات وهي ماسكه يافطه مكتوب عليها هجون المجنون المنحرف الامور، وبتروح كمان تشخبط على الكرفان بتاعه. لكن اول ما معجبات هجون بيشوفوها بيضربوها علقه محترمه. وبعد كل ده بتتشهر يونا على انها المعجبه المجنونه اللي بتكره هجون ومش طايقاه، ومع ذلك بيطلع هجون وبيقول انه مش مهتم بكلام المعجبه المجنونه دي خالص وانه مش شايفها اساسا. فبتتغاظ منه اكتر. وبعدها بتتصدم يونا لما بتعرف ان جيون قررت تخلي بارك يجي يعيش معاها، وعشان كده بتقول ليونا طيب مع السلامه انت بقى. فبتتضايق يونا من صاحبتها الواطيه ومش بتبقى عارفه هتعمل ايه، وده لانها مش بيكون عندها مكان تقعد فيه. وتاني يوم بيجي لها اتصال من واحد شغال في شركه دعايه واعلان، وبيقول لها ان شركته عايزه تمول برنامج واقعي رياليتي شو يعني عنها وعن هجون، وانها لو وافقت على التصوير
هتاخد مبلغ كبير جدا، وبيقول لها انها مش مضطرة تعمل اي حاجة هي مش عايزاها، وكل دورها في الرياليتي انها هتكون مديرة اعمال هجون اللي بتكرهه ومش طايقاه. وبتعرف من الراجل ان كل ما المشاهدات زادت كل ما نسبتها في الارباح هتزيد، فبتتعصب يونا وبتقوله ده انت يا مهزأ عايز نعيش مع هجون الواطي في نفس البيت وانا اصلا مش طايقاه ولا طايقه نفسي. فبيقول لها الراجل بصي النص الكوبايه المليان انك هيبقى معاكي فلوس، فبتقول له ده انا هقوم اكسر الكوبايه على دماغك. لكن لما بتفتكر انها كحيانه وغلبانه وفي ديون غرقانه بتوافق. ومن الناحيه التانيه بيجتمع هجون مع سونج مدير الانتاج وبيعرض عليه فكره الرياليتي شو، وبيقول له ان دي احسن طريقه يستغلوا فيها موضوع البنت يونا دي، وبيقول له ان لو الجمهور شافه عايش مع البنت اللي بتكرهه هيحبوه اكتر. فبيوافق هجون هو كمان، وبيعملوا مقابله مع يونا وبتقول فيها انها هتستغل الرياليتي شو وهتطلع القديم والجديد على هجون وهتكرهه في عيشته وهتكشف قدام الكل انه واطي وفلاتي. وبياخدوها وبيقولوا لها لا ما هو انت مش هينفع تخرجي على الجمهور بنضارتك اللي شبه كعب الكوبايه دي، وبيدخلوها للكوافير. وعارفين المثل اللي بيقول لبس البوصه تبقى عروسه؟ اهو ده اللي بيحصل، وحرفيا بتتحول لمزة المزز لدرجه ان هجون اول ما بيشوفها مش بيعرفها، وبيتصوروا مع بعض صور وهما الاتنين مش طايقين بعض وكل واحد نفسه يجيب التاني من شعره. ووقتها بيستفزها هجون وبيقول لها انا ما كنتش اعرف انك لسانك طويل وكلبة فلوس كمان. فبتقول له لا وكمان قتلت قتله انت ما تعرفش. وبتقوم وبتبقى عايزه تقفش في زماره رقبته لكن الامن بيمنعوها. ولما بترجع البيت بتسمع جيون وهي بتتكلم مع بارك وبتقول له ان يونا لازقه وانها مش هتقدر تطردها بره، فبتزعل يونا من صاحبتها الحربايه. وتاني يوم بتروح تقابل هجون والمساعد بتاعه وبيديها مفاتيح عربيه وبيسالها بتعرفي تسوقي، وبيعرفها انها هتكون مديره اعمال هجون ولازم تكون بتعرف تسوق. فبتقول له ما تقلقش محدش بيعرف يسوق قدي. وبتسوق العربيه وبتلبس بيه في حيطه. ووقتها هجون بيترعب وبيقول لها منك لله يا بعيده كنت هتخلصي عليا، انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ وبيكون واضح انه مرعوب فعلا. ولما بيرجعوا البيت بتساله عن سبب خوفه المبالغ فيه، فبيقول لها بت خليكي في حالك وبيمشي وبيسيبها. وبعدها بيقابل ليام ولونا واللي بيفضلوا يزعقوا له ويقولوا له ان الحقيقه هتبان ووقتها هيتفضح قدام جمهوره والكل هيكرهه. وبتسمعهم يونا ومش بتبقى عارفه هم بيتكلموا عن ايه ولا يقصدوا ايه. وبعد شويه بيروحوا هما الاتنين حفله دعايه لفيلم هجون الجديد، والمفروض ان يونا بما انها مديره اعماله انها تنظم الجمهور وتمنعهم من انهم يتلموا حواليه. ووقتها هجون بيستغل الفرصه وبيزقها قدام الجمهور اللي بيكونوا جايين بسرعه، فبيدوسوا عليها وبتتعور وبتكره اليوم الاسود اللي قابلت فيه هجون. وبتقول له ماشي يا واطي لما نرجع البيت. ولما بيرجعوا البيت اللي بيصوروا فيه بتتخانق معاه فبيروح شاتمها بالصيني. فبتقوله طب لو راجل كده قولي انت بتقول ايه بالكوري. فبيجي المساعد بتاعه بيقول لها خلاص بقى يا استاذه اقولك اديني هاخده ونبات في شقه تانية علشان ترتاحي. فبتقولك يونا بس اهي فرصه ان نبات في الشقه دي بدل ما اقعد في الشارع. وفعلا بتستغل الفرصه وبتروح الشقه بالليل وبتفضل تتفرج على صوره وبتقول يا ابن المحظوظه عايش في العز ده كله لوحدك. وبتكتشف انه بيألف موسيقى كمان، يعني الواد فنان فول اوبشن. وبتفضل تلف في البيت وبتفتح التلاجة وبتقول يخرب بيتك ده انت عندك اكل يشبع شارع. وبتفضل تاكل وتشرب ولا كأنها في بيت ابوها يعني. وبتقول تيجي الواطية جيون تشوف البيوت عاملة ازاي. وبتبدأ تكتب في الرواية اللي بتألفها. وبعد شوية بتدخل الحمام تاخد دش كده وتروق على نفسها. وفجأة اول ما بتخرج بتتصدم لما بتشوف هجون قدامها. لا وبيكون كمان قاعد وبيقرا الرواية اللي بتألفها وبيفضل يتريق عليها. بس بعد كده بيطلب منها تحكي له عن روايتها. فبتقول له ان الرواية بتاعتها بتتكلم عن حانة في وسط الصحراء، والحانة دي بيكون فيها كاوبوي بيعجب براقصة تانجو. فبيستغرب هجون وبيقول لها ها صحيتي من احلام العصارة دي امتى بقى؟ فبتقول له تصدق انك مهزأ يلا وانا مش هكمل لك. وتاني يوم مساعد هجون بيطلب من يونا انها تاخد هجون تفسحه. ووقتها هجون بيكون متضايق وجايب اخره منها، بس هي بتبقى فرحانه بجد وبتقدر بعد محاولات كتير انها تفكه وتخليه يتبسط. وبعدها بتقرر تعمل فيه مقلب وبتلاقي كلبشات وبتقرر تربطه بيها. وبتستنى لما ينام وبتروح رابطه ايده بالكلبشات
الكلبشات، لكنه فجأة بيصحى فبتتخض وبتروح رابطة رجلها بالفردة التانية من الكلبشات وبتبقى ايده مربوطة في رجلها. فبيقول لها يخرب بيتك ايه اللي انت عملتيه ده؟ وبيسألها فين المفتاح، فبتقوله الصراحة المفتاح ضاع، فاحنا كده هنستنى للصبح وبكرة نبقى نروح لأي حداد يقطعها. فبيقولها انت عبيطة يا بنت ولا ايه؟ انا عايزة ادخل الحمام ناو. فبتقوله هدي اعصابك كده وامسك العقل. فما بيقدرش يمسك نفسه وبيسحلها على الارض وبيدخل الحمام. فبتقوله يا مهزأ يا سافل ايه اللي انت بتعمله ده؟ فبيقول لها مش دي عمايلك المهببة، اشربي بقى. وبعدها بيفضلوا صاحيين متذنبين وبيقرر هجون انه يحاول يكسر الكلبشات بالسكينة، لكنه بيكون هيطير رجل يونا. فبتقول له تنيل بقى واصبر لحد الصبح. وتاني يوم بيروحوا الحداد علشان يكسر الكلبشات، فالراجل بيبص لهم بقرف وبيقول لهم هو انتوا كنتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ وبعدها بيقعدوا مع مدير شركة الدعاية اللي بيقول لهم انهم هيطلعوا رحلة سوا، ووقتها بيقربوا من بعض اكتر واكتر وبيبدأ كل واحد فيهم يحس بمشاعر ناحية التاني. ومع ذلك اول ما يونا بتشوف هجون واقف مع لونا الحرباية بتصورهم سوا، ووقتها هجون بيقول لها تصدقي يا بت ديري الكلب عمره ما هيتعدل. فبتقول له مين قالك؟ احيانا بيتعدل. وتاني يوم بتركب وراه الموتوسيكل وبيخرجوا في جولة مع بعض، وبعدها بتاخده على لقاء تلفزيوني وبتسأله المذيعة مين دي؟ فبيقول لها انهم اصحاب، وبتروح تسأل يونا عنه. فيونا لأول مرة بتقول عليه كلام حلو لدرجة انه بيستغرب وبيقول لها شكرا يا ستي على ثقتك الغالية دي. ولما بيرجعوا المعجبات بيتلموا عليها وكالعادة بيضربوها وبيغيروا منها، وده علشان هي قريبة من هجون. بس المرة دي بتصعب على هجون وخصوصا لما بتفضل تعيط، فبيروح وبيجيب لها مسكن والحنين بيرش لها على الجرح. وبعدها بييجوا أصحابها جيون وبارك وبيبدأوا يقربوا منها تاني لما بيعرفوا إنها بقت مشهورة، وبيعزموها هي وهجون إنهم يروحوا يسهروا معاهم. ووقتها بيروحوا وهجون بيقول لها تصدقي يا بت ما كنتش أعرف إنك لطيفة كده. وبعدها بترقص يونا وبيعزف لها هجون وبيفضل يتفرج عليها وهي بترقص. وبعدها بيتمشوا سوا، ووقتها بيقرر هجون إنه يحكي لها قصة حياته، وبيقول لها إنه كان مغني كحيان وكان عامل فرقة مع لونا وليام، لكن فجأة جات له فرصة تمثيل فمثل دور صغير في مسلسل، وعلشان حظه حلو اتشهر. ووقتها سونج المنتج قرر يعمل له ألبوم ويخليه بطل لمسلسل، وعشان كده هو اتشهر. وساعتها ليام اتضايق منه وقال عليه خاين، ولونا هي كمان على الرغم من انهم كانوا بيحبوا بعض الا انها وقفت في صف ليام، ولحد دلوقتي هما الاتنين مش طايقينه وبيكرهوه. وتاني يوم هجون بيعمل لقاء في التلفزيون، ولما المذيعة بتسأله بيحب حد وقتها بيفضل يفكر في يونا. اما يونا فبتقرر تمسح التقرير المسيء اللي كانت كاتباه على هجون واللي كانت ناوية تفضحه بيه، وبتقول انه طيب وما يستاهلش انها تأذيه. وبنرجع تاني لهجون اللي بيقرر انه ياخد يونا معاه في حفلة خاصة، ومش بس كده ده كمان بيجيب لها سلسلة. فبتفرح يونا جدا وبتلبس فستان ابيض وبتبقى شبه الاميرات، وبتبقى السهرة حلوة والدنيا ماشية لوز اللوز، لحد ما الحرباية لونا بتشوف السلسلة اللي يونا لابساها واللي بالصدفة بتبقى شبه سلسلتها بالظبط. فبتغيظ يونا وبتقول لها ان هجون لسه فاكر هي بتحب ايه. فبتدخل يونا الحمام وبتقطع السلسلة وبتخرج من الحفلة وهي متضايقة. ولما هجون بيحاول يعتذر لها بتقول له ولا غور من وشي انا مش طايقاك اصلا، وبيحاول يشرح لها موقفه. فبيجي ليان وبيقول له هو انت كده بتبعد عنك كل اللي بيحبوك لحد ما هتبقى لوحدك. فهجون بيتعصب عليه وبياكله بالبوكس في وشه. وطبعا الصحافة بتصور اللي بيحصل وبتتأثر شعبية هجون جدا، وسونج بيفضل يزعق له ويقول له ان تصرفاته الطايشة دي هتدمر مسيرته الفنية. وكل ده مش بيكون فارق معاه، وبيحاول يكلم يونا ويشرح لها سوء التفاهم اللي حصل، بس هي مش بترد عليه. وبعدها بتيجي يانج وبتعرض عليها ترجعها للشغل تاني وبتوافق يونا. وبعدين بيجي لها ليان وبيفضل يشتم على هجون وبيقول لها انه شخص سيء، وبيعرض عليها انهم يتعاونوا مع بعض علشان يأذوه ويشوهوا سمعته. لكن يونا بترفض وبتقول انها مستحيل تأذي هجون علشان هو شخص كويس، وبتمشي وبتسيبه. لكن ليام الراجل التعبان بيسرق لابتوب يونا وبيرجع الصور اللي حذفتها وبينزل بوست من حسابها بيهاجم فيه هجون وبيقول انه سرق مجهود اصحابه. وفي الوقت ده يونا بتقابل المساعد بتاع هجون واللي بيقول لها ان هو اللي جاب السلسلة، وانه لما كان في محل الذهب قابل الحرباية لونا وهي اللي اقترحت عليه يجيب سلسلة زي بتاعتها. قال ايه يعني علشان يعملوا ماتشنج،
وبيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان الحرباية دي هتعمل كده، فبتصدقه يونا وبتبقى ناوية انها تصالح هو جون. لكن تاني يوم بينزل الخبر في الجرايد، وطبعا بتتصدم لانها ما عملتش كده، وبتفهم ان ليام الواطي هو اللي عمل كده. وفي نفس الوقت بيتصدم هجون ومش بيبقى مصدق ان يونا تعمل فيه كده، ومع ذلك بيقرر يعترف للجمهور انه فعلا كان مؤسس فرقة مع ليام ولونا، لكنه ما خانهمش زي ما هم بيقولوا. وفي نفس الوقت بتروح يونا ليام وبتهزقه علشان سرق اللابتوب بتاعها ونزل البوست باسمها، فبيستفزها ليام وبيقول لها انا شرير في رواية احدهم يا ستي، هتعملي ايه يعني؟ فيونا القوية بتروح ضرباه وبتفضل تصوت وتقول للحارس سيبني خلص على الواد ده، وبتجري بسرعة على هو جون وبتحاول تصالحه، لكنه مش بيسمعها وبيفضل زعلان وهي كمان بتكتئب. وبتمر الأيام وبتقرر يونا تروح له مرة تانية، ووقتها بتلاقي الحرباية لونا عنده وبتغيظها وبتقول لها إنهم رجعوا لبعض، لكن يونا بتصمم تقابل هجون وفعلا بتعتذر له وبتقول له إنها ملهاش ذنب في اللي حصل، وإن ليام الواطي هو اللي عمل كده، وبتمشي وبتسيبه. فبيقعد هجون يفكر في كلامها وبيلاقي إن عندها حق، فبيطرد الحرباية لونا. وفي الوقت ده بتكتب يونا مقال تاني عن هجون وبتقول فيه قد ايه هو انسان طيب، وهي معرفتش ده غير لما قربت منه. ولما هجون بيقرا المقال بيحس قد ايه هي بتحبه، فبيقرر يروح لها وبيقول لها do you love me؟ فبتقول له do you وبيكملوا حياتهم مع بعض في تبات ونبات، وادينا مستنيين يخلفوا الصبيان والبنات. اشوفكم الفيديو الجاي.